اديني لقمه مقمره يا نينا. لا خلاص، انت فطرتي وانتهيتي. انت ما بتفهميش عربي. ميعاد المدرسه هتتاخري يا بت. معلش يا حبيبتي معلش. خدي يا اختي، خدي قرش صاغه اهو، اشتري لك كحكه وانت رايحه مدرستك. ميرسي يا ستي. ما تشتريش حاجه يا بت، ما بقاش كمان الا بنت تاكل في الشارع. اشتريها وكليها في حوش المدرسه، دي مش عيشه دي. يلا يا بت احسن تتاخري. دي الساعه 8 الا 10 والمدرسه قريبه. اما اقول لك حاجه تعمليها طوالي. فزي قومي. حاضر يا ماما. يا قلبي يا بنتي، معلش غلبانه. ما تخسرليش تربيه البنت يا ماما. اخسرها ازاي؟ يعني اسيبها تموت من الجوع؟ تموت من الجوع ازاي؟ ما هي فطرانه والاشياء معدن. يا حسره عليا بربيها لوحدي، هو في حد بيقول لها انت فين؟ هو انا كفرت اللي اديتها قرش يا جليله؟ ما هو اللي يشوف كده يقول اني ما بديهاش مصروفها وبعملها وحش. ما تسيبوني اربي بنتي زي ما انا عايزه. هو حد قال لك حاجه؟ ما تتكلم يا عبد الحميد يا ابني. نعم، اقول ايه؟ البنت بتكح والبرد هينزل في صدرها وهتبقى حكايه. هو لازم نسيبه لما يعمل برونشيت؟ مين قال الكلام ده بقى؟ الدكتوره فردوس لما شافت البنت امبارح معايا. مش صاحبتك اياها؟ دكتوره قال تعالج اخوها اللي مش قادر يصلب طوله. انا بنتي صحتها كويسه. لا لا، مالكيش حق يا جليله يا بنتي، ده انت لسانك يا اختي متبر منك. وحضرتك بقى لسانك حلو قوي وتعليقاتك زي السكر.